لا هذا مش البيبي. هذا هاي ليلو. اوكي صار عمره 8 شهور. حبينا نورجيكم كيف صارت. سي هاي. ما بتحكي الا انجليزي. لازم ليلو تمسح الغبرة شوي. ايه ليه؟ لانه صرنا زمان ما صورنا. صحيح خلص انزعجت. خذي روحي. المهم يا جماعه كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم بعد غياب تقريبا دام شهر. نحن اسفين على هالموضوع بس نحن اشتقنا لكم وانتم اشتقتوا لنا ونحن حاليا موجودين هلا هون. ساره حامل بالشهر السابع وباقي شهرين حتى تصير انا هب. انت هلا بلش بس شوي عم طلع كل شيء انا كنت ساكت طلع فيه. كل شيء هيك حسيت انه لازم شوي على الهدى. حاضر. المهم ورجيني البطون كيف صار. بطون ال7 شهور. بطون ال7 شهور. عن جد باقي شهرين. انت مستوعبه انه باقي شهرين حتى انت تولدي؟ بعد شهرين حيصيروا 9 شهور وبعد شهرين وشوي بصير البيبي عمره شهرين. حتصيري انت اب وانا والله متحمسه احمل البيبي، متحمسه اعيش هي الاجواء كثير. انا كمان متحمس بس لسه مثل ما قلت لكم مش مستوعب. ما حتستوعب لحتى نشوف البيبي. اول ما نشوف البيبي بنستوعب. بحس هي المشاعر بالفطره عنا اياها. فاول ما يجي البيبي مثل كانه الفطره بتقلنا على فكره انتم عندكم مشاعر امومه وابوه هلا مو موجوده. هل في اشياء حتتغير؟ ما بنعرف صح؟ لا ايه ولا لا؟ لا جهز حالك. كثير اشياء حتتغير. شو فكرة فيديو اليوم؟ فيديو اليوم يا جماعة كثير خطير لدرجة أنا ما بعرف أنا وحامل كيف رح أعمل هذا الفيديو. اليوم حنكتشف نحن إذا نحن قد المسؤولية وحنعرف نتصرف مع البيبي بما إنه أول بيبي إلنا وحنعرف شو نعمل. في شخص رح يحدد إذا نحن جاهزين نكون أم وأب. صحيح. وهذا الشخص حيكون مرحبا مرت عمو. اهلين روح مرت عمو. كيفك؟ انا منيحه انت كيفك؟ تمام. انت بتحملي الريحه تمام يعني انا في منهم اوكي لإلي بس في منهم يا لطيف الله يعينكم. انا مو تمام. انا راح ضيقه. حاسه الشم عندي بتكون دبل. يا جماعه اوكي اللي ما انكم عارفينه انه حيكون في تحدي. حتسالنا مرت عمو اسئله بما انه عندنا خبره ما شاء الله. ايه نعم ايوه رح نشوف اذا انت جاهز اب جاهزة ام حتعرفوا تتصرفوا. جاهزة وحكون كتير متأكدة اني اكون جاهزة لانه مو جاي بالي اكل شيء من هذا الاكل. وانا على فكرة جاهز اكثر انجهاز منها. لا ماما انت امي صح؟ ايه. انت بصفي صح؟ بس لا ما في هاي شغلة ام واب. انت حبيبي معروف يعني الي ولمتابعينك انت سبويلر. انت علاقتك مع الاطفال يعني بتدمر الطفل. فلا نشوف اذا رح تكون جاهز. بس خلص انتهى التحدي. شكرا. هذا كان فيديو اليوم يا جماعة. ان شاء الله تكون عجبكم. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب. جاهزة للأسئلة؟ جاهزة. وجاهزين للتحدي؟ يلا. جاهزين لكل شيء؟ انا جاهزة كتير مو شوي. أنا جدا جاهز. متشوقة اني اشوف مين فيكم جاهز. بس انا مو جاهزة. مو جاهزة تكوني ام ولا مو جاهزة؟ مو جاهزة اقعد هون. قرب على التحدي عم بفطس اكثر. يا اهلا وسهلا بمرت عمي. اهلا حبيبي. ان شاء الله تكوني مبسوطة بس بالغدا اللي جايب لك انا اياه. مبسوطة مو الي الك. يعني مبسوطة الي. ما تخافي. تاكلهم كلهم. كلنا حناكل منهم. لا وعد. انا بعرف سارة جاهزة. الرك عليك انت لنشوف. كلهم حكوا هيك. نشوف. وكان كلامهم صحيح. المهم يا جماعة حتسألنا مرت عمو أسئلة عن البيبيز وإذا نحن شاطرين بهالموضوع أو لا. والأقرب للصح هو اللي حيفوز بعد كل سؤال. والغلط حيضطر ياكل أكل من الأكلات الموجودة هون. شو عنا أكلات؟ جاهزين أحكي لكم أسماءهم؟ عنا أرجل الدجاج مثل ما شايفين. مثل ما هي. دجاجة عاملة هيك. عنا كرشة الخازوق. كرشة الخازوق هاي ليش ليش خازوق عنده كرش؟ خازوق شو حبيبي؟ خروف. كرشة الخروف. انا ما مركزه من كثر ما متعوده عليك تحكيها. حلوة كرشة الخروف. عندنا بعدين لسان مقصقص. في ناس ماما والله طيبة. تفضل. والله اليوم ما بتروحي غير تاكلي منها. انا بدي اشوفك عم تاكلي هاي لسان. والله طيبة. غير يا هدول حبيبي. كلهم من يا مطعم. جماعة لسانات أكلة مهمة ولا لا؟ أكلة مهمة كتير اللسانات. احنا لسانات نخاعات هيك سارة نسمع. بس تغلطي انت كلي منها. لا. هي مقبولة كتير. انا اللي بختار. عندكم اخطبوط بطوط. وعندنا بيض القرن. بيض اوكي. شو هو؟ هذا بيض بتركوه لفتره كتير طويله هيك معتق. بيض لسنين. بيض معتق. عندنا امعاء الدجاج. شوفوا حتى كيف شكلهم امعاءه. هاي لما ياكل بينزلوا هيك بامعاءه. فهمتين؟ بيب ما كان حبيت انا اشرح. حبيت اشرح. هي عندكم شوربة مخ. هاي ماما بتحب نص. لا أنا باكل مخ ما باكل شوربة. وعندنا عين الخازوق. لك خروف. ركز
ركز بالنقط لو سمحت. عين حاطينها هون. ايه عين الخروف، هي مبينه عين. وعندنا راس البط. لا قبل ما تكمل حبيبي صلح لو سمحت، عين مين؟ عين الخروف. ايوه. وعندنا راس البط ومخ وخد الخروف. طبعا هاي الاكلات كلها جايبينها، يعني هاي الاكلات تتاكل بس احنا مش متعودين عليها. كلها من مطعم بس احنا مش متعودين عليها. اكلات غريبه بالنسبه لنا، اكيد ما حاكل اجر دجاجه. والمطعم الريتنج عالي. طيب ممتاز، معناته ممكن يكون الاكل طيب. ايه مشانك يعني، هذا انا متاكده انه انا رح اربح. كثير متحمسه اشوفك وانت عم تقرمش هيدا. متحمسه. مثل ما عم لك انا مربيه ساره، بعرف قديش كم معلوماتها يعني، وهي عندها اولاد اخواتها. انا اليوم حسبت لك انه انا نفس ما انت مفكره. ممكن تصدمني. نفس ما انا مفكره حتاكلهم يعني. ايه صح. وانا صح حبيبي، اتذكر اني انا حامل وانا حاليا الريحه كثير ماسكه حالي حبيبي. يلا اوكي، يلا مرت عمو تفضلي. الموضوع عندك، الاسئله عندك. انا كثير متحمسه. هلا اول نحن جهزنا شويه اسئله، في منا بديهيه وفي منا شوي يعني تربويه. اوكي. رح نقول اول شيء لما اجى البيبي وبكي كثير وانتم جربتوا معه كل شيء، طعميتوه واعطيتوه دواء المغص وما عم يسكت، شو بتعملوا بهالحاله؟ مين بحب يجاوب بالاول؟ انا. تفضل. يلا بسأله شو بدك. ايه اوكي. شوف شو بده بعمل له اياه. شو بتتوقعوا يقول لك يعني؟ حسب شو بده بنعمله. نقشت معك. هلا نحن عملنا كل شيء للبيبي صح؟ ايه. ممكن انه ما بعرف، بس انه نحمل البيبي نهزه شوي، ممكن نغني له، ناخده نطلعه نمشيه برا، نطلعه بالسيارة. هي السيارة كتير معروف تطلع بالسيارة، صح ولا لا؟ طلعوا بالسيارة. سمعتي؟ انت سمعتي؟ هلا انتوا ناطرين مني انا قيم؟ اوكي، هذا كان جوابنا نحن الاثنين. وطبعا البيبي لسه جديد، بس انت حتساله شو بده يعني. حبيبي شو بدك حبيبي؟ هو حيقول لك شو بده. ممكن يحكي، ما بتعرفي. ما بتعرف لانه نحن بزمن المعجزات. لانه اعطيت الجواب. ليه؟ اعطيت الجواب كيف هي صح؟ لانه هي اعطته وقته، اعطته حنان، اعطته امان، اعطته من وقتها. هو عم يبكي يمكن بس بده يشعر بالحنان بالامان. انت بدك تساله شو بده نفتي. انا حاختار الاكله. نفتي. اوكي، الاكله هي عين الخروف. لطيف. بحب لكم انه الريحه اللي شميتوها اللي عم بتشموها كلها طالعه من هذا الصحن. قول والله. لحظه، ليه حاسه انه انا اللي حاستفرق؟ عصرة ليمونه او شيء حرام. غيس لقمه وحده وبدك تعلكها وتبلعها وتفرجيني انك بلعتها. زعلت عليه. هي ماما ما في مشاعر وما في احسن. ما تنسوا تشتركوا بالقناه. والله برافو عليك، والله برافو عليك. وين بسم الله عليك يا عمري. بعد في همه اكيد حدا بيسال البيبي لكن سؤال شو بده. غير ستوب جاجينج يا عمري. دونت جاج لانه اي جاج. يا عمري عكيفي انا حموت. از ات ذات باد؟ كثير سيئه. عين ساره يعني عين بيبي، يعني انت صار فيك تقول انه انا اكلت وجربت عين الخروف. الصورة جاهزة؟ جاهزة. طيب السؤال انه البيبي ما بينام الا وانت حاملتيه عم تهزيه على ايدك، وبس تسطحيه بتخته بسريره بفيق بيبكي بده تحمليه. بجيب له تخت هزاز او كرسي هزاز. هذا جوابك. ايه غيث. انا بحاول اعوده شوي انه ينام بالتخت او بالمكان المخصص، بس ما بقطع هيك مره واحده عشان هو يتعود ما يعني يستوعب علي، ما يستوعب يعني. ايه شو اخبارك انت؟ والله انا باخذ العقل، والله بدي اعتذر من سرسوره. لا قولي والله. هلا والله بدي اعتذر منك. هلا غيث مو 100% صح، وانت كمان انت 100% خطا. انا 100% خطا. انت 100% خطا. كرسي هزاز لك انا. طب شو الجواب الصح؟ الجواب الصح انك انت تاخذيه. شوفي هو في مراحل. بدايته هو بيبي كتير يعني من اليوم لنقول لل40 تمام، للشهر، شهر ونص.
بنعطيه اللي بده اياه، لانه هو بيكون متعلق فيكي، بده امان سواء انت او ابوه، عرفتي؟ لكن لازم انه تحطيه بسريره وتخلي ايدك، حتى اذا احتجتي تحطي له قميص نومك، تحطي له مخدتك، تحطي له ريحتك ليغرق فيها بالنوم. ايه وشو كمان ماما؟ ماما؟ مو في هزاز ابدا. ايه كملي، شو كمان؟ لا 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 مش كملي. ما رح تهربي. حان وقت غيث. الاختيار. غيث بليز اخطبوط، بس اخطبوط، امانه علي انا حامل، بس اخطبوط، بس اخطبوط. راعية. حكون حقير. لا غيث لا، راعية. انا حامل. ايه حامل بابنك. ما راح يمشي معي الكلام. اكلتيني عين خازوق. خروف. بدك اياني هلا اكون منيح معك؟ ماشي. طيب ايه ماشي. انت حكون. اصلا منيح معه. طيب اوكي كمل حكون منايحك. منيح معك. ايه. حكون منيح معك. حلك كلي لا يا غيث، امعاء الدجاج. لا غيث، لا يا حبيبي، لا تفضلي. غيث، انا ما باكل دجاج. صحتين وعافية. هي امعاء الدجاج مش يا الدجاج. شو اسمها البنت اللي عملت المساعدة؟ يا حبيبي والله شو؟ بيبي حابكي. لا لا شكلها تمام. سارة مرقي ما تقسمي. ايه تاخذي قطعة صغيرة. هي هيك اللي هون محروقة هي. بيب اخطبوط. عين خروف. والله وضعكم صعب، يعني مختارين كثير اكلات صعبة. انا حفرجيك اذا ما بجيبهم كلهم صح يا غيث. هذا اللي صار معي. هذا اللي صار معي. لقمة لقمة صغيرة، لقمة صغيرة. بسم الله عليك يا عمري. ما بتدعي عليك اسي. لك خدي هي اللي على الوجه الكرنشي هي. لا هي هون، لا هون صعبة. لقمة صغيرة قبلان. خلص. بس خلص اكلت. والله. إيه أكلة. والله أكلة. حلوة اللعبة. حبيت. يا عمري. بسم الله. سارة شهيق وزفير، شهيق وزفير. هلا بصير فيك تقولي اكلتي امعاء دجاجة. يلا السؤال اللي بعده، رح نقول انه البيبي كبر شوي، عدى السنة، بلش يفهم. نام، اهم شيء انه نام. نام. الحمد لله الحمد لله. نام بس صار يخاف من العتمة. عندي ضوي له الأضوية وبعده بحفلة أضوية يمين يسار. شو الضوء اللي بحبه؟ بسأله شو الضوء اللي بتحبه؟ صار سنة بيعرف يجاوب الحمد لله، مو مثل وقت كان بيبي. أيوة ممكن. بيعرف لك أحمر أخضر. بس لا استني خليني نفكر شوي. جاوبت خلص. لا هذا ما يعتبر جواب. لا 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 اعطيه فرصته. لا بخاف من العتمة. بخاف من العتمة. بخاف من العتمة. كالعادة بحاول عوده انه ما يخاف من العتمة. حبيت قريب حلو. يعني بضوي له مثلا لمباديرة صغيرة هيك انه شيء خافت، بس انه بضل جنبه لحتى ينام بالعتمة. بعدين انا بروح. يلا سرسورة جاوبي. اوكي، اول شيء لازم فرجيه للولد انه العتمه ما بتخوف. انت شو عم تختاري لغيث؟ لا سمعت شو قالت؟ بتورجيه للولد انه العتمة ما بتخوف. شو حتعمل له؟ حتوقف هيك لا. اذا بتقول له شوف ها انا الولد عايشة. بياخذ الفيرز تبعه او المخاوف تبعه حسب الام والاب. حلو. فهي اول خطوه لازم اشتغل عليها. وقت يجي لموضوع النوم رح اجيب له النايت لايت. في شيء اسمه نايت لايت، هدول النجوم اللي بيكونوا بالسماء، ضوء هيك خافت للبيبي. نفس اللمبادير اللي أنا حكيت عنها. اكيد رح اكون موجوده مع البيبي بالغرفه وهو نايم. نفس اللي قلته انا زمان. ما كان في النايت لايت اللي يحطوه اللي يضوي نجم على شو اسمه، كان في شمعة. انتهت الجواب. اثنيناتكم بدكم تاكلوا. ماما شو الجواب؟ اثنيناتكم بدكم تاكلوا. شو الجواب؟ انت وعم تاكلي انا بجاوبك. انتوا اختاروا الاكل تبعكم اذا انتوا اختاري. اي قبلان بكل شيء والله بتختاري. العظيم اتس بيف تيست. نو اخطبوط. اذا انا وياك حناخذ ضلي قصه. كل هي عم تاكل الاسئله وانت عم تاكلي اخطبوط. اخطبوط. تحبي احط لك هات وحده ولا تنتين؟ واحده اذا هيك. وقعت عينها هاي. هاي عينها. This is not the same اخطبوط اللي نحن بالعاده بناكل. هلا انا فور مي مزنخه شوي. ما في أضوية وما أضوية للبيبي وهو خايف.
في انه لازم نساعده ليخلص من مخاوفه. مرت عمو انت لحتى ينام فكرتينا مركزين بحكيك وانت بقول انا اخطبوط. انا مش سامع شيء معك والله حق. والله الحق. انا فاهم شيء. وانتي شو وضعك؟ يلا 1 2. ما بنحط أضوية للبيبي. والله برافو عليك. شو؟ It's not okay صح؟ ليه بتبعدوا عني المحارم؟ خد حبيبي. ليه مخبطين عندك؟ خد يا انتي بالخوف. أنا بحب الأخطبوط أصلاً. ما عجبتني هاي اللعبة، ولا أنا ما حبيتها. ولا أنا. نحن حاولنا كثير نختار لكم، انتم بتحبوا هيك مثل هذا شو الهوت بوت مع هوت بوت تعبتين نفسيا نفسيا. الاشياء الغريبة. يلا السؤال اللي بعده. ابنك او ابنكم تعلم كلمة سيئة سمعها بمكان معين. اكيد مو عندكم لانه ممنوع بالبيت تحكوا كلام سيء صح. قدامه. فشو بتعملوا؟ عينك احمرت غيث؟ ضرب عندي فيوز. وحياة الله صار ليكي عينه. فرجيني إليك انت. شو صار؟ ضرب عندي. اوكي. والله. ابننا تعلم باد وورد، هيك شو بتعمل؟ هيك فجأة اجى لعندك على البيت عم يسب له هيك شيء مسبب رتب. بقعد معه قعدة. ايه اوكي. كون قاعد انا وياه وبحكي معه، فهمه انه هالكلام عيب ممكن يأذيه سواء هلا او بالمستقبل، واي حدا بيحكيه لازم ما يرد عليه بنفس الكلام، لازم يرد عليه بطريقه احلى. اوكي. ويجي لنا شو ما بصير معه، لان انا يعتبرني اعطاني درس في تربية الطفل كله. جاوبني على ابوه الكبير لسه ما خلص. لا جاوبني بس على هيو كلهم هدول كلهم مرتبطين ببعض على فكره. وانه انا بظهره شو ما عمل، وطبعا الواحد بيغلط وعادي. لا هذا حافظ شو حافظ مش فاهم. لا صح. وايه وفهموا انه الكلمه هاي عيب تنحكى. هلا هي اللي هي لا كل شيء حكيته لا فظيع. كل شيء حكيته قبل نسيته انا، بس هو منه. تفضلي جاوبي. اوكي، اول شيء لازم اعرف من وين اجت الكلمه، مثلا بالمدرسه من الرفقات كذا، بس لافهم ابني مع مين عم يطلع ويفوت وشو هي البيئه اللي متواجد فيها. حبيت. بعدين ما بعصب ولا بنفعل، لانه طبيعي الاطفال مثل السفنجات بدي من كل مكان وبيجوا يعني عم يكتشفوا. فانا بشرح له انه اوكي هاي الكلمه، بفهم ابني معنى الكلمه وبفهمه قد ايه سيئه الكلمه وقد ايه ممكن بتجنن. شكرا كثير. فكرت ما حتكمل لفه لهون. لا لفيت لعندك لانه جوابك يعني بالنهايه انه انت قعدت حاولت انك تفهمه انه هذا الكلام بيسيء لك. يعني ياكل هلا شيء انا اصح لا ما انتوا الاثنين. بس هي بالحقيقه حسلخوا كف هيك قالوا من وين جاي الكلمه. يلا عشان بس ما ناكل. هذا يلا السؤال اللي بعده. يلا. كذب عليكم لاول مره، شو رياكشن؟ لا ما تغش. شو بدي غش السؤال؟ صح بدك تغش السؤال. والله صح. كذب علينا لاول مره شو ممكن تتصرفوا؟ اوه انا حابه اسمع منك. نفس القعده اللي قعدت معه وقت سب، تتذكريها؟ ايه بقعد معه نفس القعده. بدك تضل عم تقعد معه؟ حاول فهمه انه شيء غلط وانه بشو كذب علي. ايه بحاول كون هادي معه. لا انت ما عم تستوعبي. لا بحاول كون هادي معه. ايه بحاول كون هادي معه. حكاك ولا لا ما في شيء من هالكلام. ايه بحاول فهمه اوكي انه الكذب دائما حبله قصير. رح اقرب لك اياها اكثر. إيه. كذب عليك، خبى ورقه علاماته بالمدرسه. يا ممتاز. لطيف. ممتاز. شو بتتصرف؟ اوكي بحاول فهمه انه حبل الكذب قصير مهما كذب علي. اوكي استنى لسه ما خلصت. اوكي قد ايه عمره يعني قد ايه عمره؟ مدرسه. حبل كذب قصير هيك بدك تقول له لابنك؟ ايه انه بدي فهمه انه قد ما كذب اوكي بالاخير اوكي حتبين الحقيقه. ايه فانت احسن لك انه تجاوب بالحقيقه. توترت صح؟ لا انت لما لفتوها وترتوني على فكره لا تلفوها لو سمحتوا خلوها مثل ما هي. عم تلفيها عم توتريني. عم حاول اقول لك انه يعني رح خلص يعني طيب. لا هي صح على فكره. انت ما بتخليني احكي. ما بتعطيني مجال اصلا احكي. وقف ماما. ايه لازم الوقت بقعد معه فهمه انه هالشيء غلط.
وانه حبل الكذب قصير، طيب يلا وانه خلصت وانه لا يكذب علي، لان انا إيه. حنشوف حل عشان نساعده ونساعد بعض بالموضوع. ما راح اتركه لحاله. يعني اذا بده يخبي علاماته يقول لي بنخبيها مع بعض. حافظ مش فاهم. هو ما تخبي علي، خبي على امك بس علي. انتهى الموضوع. انت ما خليت شرحت الدرس كله، يعني درس العلوم كله شرحته. لسه نقعد نحكي مع بعض. سامعين لشوف أهم شيء بعلاقة الأم والابن، وهذا الشيء تعلمته منك، إنه لازم نبني تراست، إنه الولد ما يخاف يجي يحكي أي شيء لإلي، لأنه ردة فعلي لازم تكون جدا طبيعية. نفس اللي قلته انا، بس الولد فيه شوي. بالمدرسة رح ياخد علامات مو حلوة، رح ياخد علامات حلوة، رح تصير معه كتير أشياء رح يحس إنه هو لازم يخبي. بس أنا هذا الغلط بيكون من الأم مو من الولد. إذا الولد حس حاله إنه لازم يكذب أو يخبي، هذا الغلط من تربايتي أنا، وأنا لازم أتعدى. نفس الشيء نفس الشيء نفس لا الشيء. مو شو بدك تقعد نفس وتحكي. الشيء. اول شيء انت لازم تكتشف ابنك ليش وصل لمرحله يكذب عليك. إيه الغلط ما مو منه. لكن انا بعلمه من صغره ما يكذب اصلا. انت كذب. هلا انت بتختار الاكله الظريفه بعدين نرجع ثواني أنا أوريدي مختارة. ايه شان الله هي شان الله كثير جاي على بالي شو أرجل الدجاج. إيه. كرانشي بيب كريسبي. انت بحب هيك تحكي عملت لك كريسبي. هيك بدك تعمل لك هيك. هلا هي بدك تقول لك يا بشتي شو كربوش هيك بتقول لك. Oh my god, it's not crispy? نو It's not انا كريسبي. It's not crispy. مقلبتني والله. فكرتها مقلية. يا علي والله ما قلبتني. سامحك لا. لا ماما شو هاد؟ ما سامحك مشاعر على جنب. ما بقدر مو صهرك ولا بنتك. والله ما بقدر. لا بنتك احيانا اوكي حسب السؤال بنتي والجواب. دائما وصهري دائما. حبيبي بايدك امانه بايدك. ايه والله هيك خليني اشوفها هيك جاي على بالي. الله يوفقك. امسكها بايدك غيث. شو رايك طعميك لقمه؟ لا طيب خلص. انا بجاوب صح. اشتهيت هالاصبع. حتى بهي ما بيقدر يعني. استغفر الله. اوكي. Can you hold it? ما حاكل الاصبع الوسطاني صراحه. لا ارقشها. لا حاكل اصبع الطرفاني. Oh my god. يمكن تطلع كتير طيبة. You never know. smell it. شو الريحة؟ ما في ريحه. اوكي بيرفكت كتير حلو. اي عظم. عظم. غيس يمكن هي ما بياكلوا هيك، يمكن بياكلوا بس الوجه تبعها. عظم. طعمته عظم. يمكن ما بيتاكل العظم. غيث يا فضل. خلص سامحناك. قوم عود معه وشوف خليه يكذب قد ما بده. سامحناك. خليه يكذب قد ما بده. تعبت. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. ايه توترت عم كتير صعبين. يلا لا والله هذا السؤال بحس انه غيس 100% حيجاوبه خطأ. لكن لجهز الاكله. ليه؟ والله لانه طب ليه عم تسأليه؟ يلا رح اسالك رح اساله لتشوف ليش. اوكي ابنكم ايه بلش يرسم على الحيطان. ها غيس ولا تاخذ استراحه؟ جاوب انت بالاول. بقعد بحكي معه. فهموا انه هذا الشيء غلط. ما عنده غير هالجواب. ما عنده غيره. يلا ليه ما انت تجاوبي اول؟ يلا جاوب. لا لانه هذا بيعمل كوبي بيست. صح بدك احذري شو ما بيعمل كوبي بيست. بيعمل له ايه تويست. تويست. بيعمل له تفضل. تويست. لازم انا اول؟ ايه يلا انت اول. هلا انت عم بتقولي انه انا 100% حجاوب غلط. اوكي. فانا جوابي كان انه حاول اتفاهم معه. نقعد على جنب نقعد نحكي اتفاهم معه. هذا في كثير يتفاهم معه. اوكي فحغير جوابي. ايه ما بتفاهم معه. استني. اوكي. انا فكرتي ايه اوكي او اللي كنت بدي اعمله انا يا انه بدي اعمل له حيط. يا كسر. اوكي اوريدي بلاي جراوند ويكون في حيط يشخبط عليه ويرسم اللي بده اياه ويعمل اللي بده اياه وفهمه انه هاي مكان مخصص له انه
يلعب. غدرك وراح على الحيط الثاني. شو عادي اسم؟ عادي، بس بقعد وبفهمه. بدك تقضيها كل الوقت قاعد. بنغير بنوقف وبفهمه انه هذا الشيء غلط من الاول. بحضروا فيديوهات لولد عم بيرسم على الحيط وبعدين ابوه شافه قام سلخه قتله وبطل بده يعمل، فهو ببطل. انا ما بضربه، بس بحضره اشياء بيشوف فبيخاف فبيبطل يعملها، وبعلمه انه الخوف هذا شيء كذب، يعني هو ما في وجود اصلا للخوف. شلون بدك ترجيه انه ولد ثاني بس بعمل له هيك. لا بقول له هذا مش انا. طيب ماما بتحبي جهز له الاكل قبل ما بلش؟ لا. ولا جاوبي انت حبيبتي. اوكي، اول شيء انا تعلمت شيء بالتربيه الحديثه، لانه في اشياء كتير مفيده اسمها ريدايركتنج. اوكي، شو هي الريدايركتنج؟ تو ريدايركت ذا تشايلد على المكان الصح. نفس اللي قلته. لا شو بلا لا بلا ايه اوكي، اولا هذا الشيء اللي حكى لك يا غيث هو احدى الاشياء اللي انا فرجيته اياها من ناحيه التربيه. اوكي بس حبيت اوضح. تعلم يعني تعلم، اذا ما ارجيتيه معناتها نستفيد. برافو. اوكي، فانا اصلا كنت ناويه، لانه انا حابه انه انه ابني يحس انه بيقدر ياخذ مساحته وراحته من ناحيه الفن، وخصص له مكان مخصص لهذا الموضوع. لا نقول راح ورسم على حيط تاني. اوكي، لا نقول. تمام، شو بعمل؟ بقعد بحكي معه. بفزع. لا قالتها لا ما في اندو. لا شو بدنا لا شو بعمل؟ اوكي، غير انه اي ريدايركت لكل فعل ردة فعل، صح؟ لازم نتبع الكونسيكونس. شو الكونسيكونس؟ انه يفهم غلطه، فهو لازم يضطر ينظف الحيط، لا يعرف انه هذا المكان الغلط. بعترض. مو عقاب. بعترض. تخيلي مرت عمه انه البيبي جاي ماسك ليفي وقاعد عم بلاقي في الحيط. ما بصير، هذا ولد صغير وعنده اراء. والله انا كنت رح اقول انه انتم الاثنين قراب، بس هي لما عطت اخر هذا جواب انه بتخليه ينظف، يعني هي عطته مو عقاب، خلته فهمته بطريقه حنونه انه هذا الفعل خطأ. لأنا كيف فهمته كمان طريقه حنونه كمان. لا انا ما اقدر، انا ما عملت شيء. بعدين في شيء اسمه شو اسمه طفل وحقوق. هي وين حقوق الطفل؟ كيف تخليه ينظف وهو ولد صغير ما فاهم؟ حقوق الطفل عندك. انا بنظف عنه عشان ما يتعذب. مشان يطلع سبويلد. جوابي كان قريب. مين؟ اوكي ليك انا حاعطيك شيء بعرف انه كثير عالم بياكلوه. اوكي بس هالمره رح اعطيك انت تختار. خليه هو يختار. اوكي لانه حرام والله العظيم. شوفي قرب ليكي رقبته صار من التوتر. انت شو عامل بحالك؟ ماشي، رح اعطيك يا كرشه الخروف يا لسان. اختار كرشه خروف او لسان. اسمع مني انا بسمع من لسانات. طيب على فكره الاكل هذا كله من مطعم، ناس بتاكل هيك اكل. او طيب هي طيبه، بس نحن مو متعودين. بس هلا انت ما رح يمكن ما رح تحبها لانه مالك متعود، بس انا مثلا بالنسبه لي انا بروح على المطعم بطلب صحن لسانات، بطلب اكل بدالك. والله باكل بدالك. لا ماما مشاعر على جنب حبيبي. خليها تتعلم امك. خليها تتعلم ما تضحي. لا اللي بده يضحي بده يعمل. لا بده ياكل. لا بدي اشوف امك اذا قد كلامه ولا لا. لازم ما بصير حبيبي، ما بيصير. ولو طيبه بس بدها عصره ليمونه وملح. ماما على كل الاكل بدها عصره ليمون. كول امك اكلت. ما دخل. امك اكلت عني. ما دخل. اكلت عنه. ما بيصير. بلا اكلت عنه. بتاكل؟ بدي ليمون وملح. حق علي اكلت بدالك. الحق علي حن عليك. خذ تفضل. والله بس بدها ليمون وملح. Are you okay؟ لا بقى تسأليني السؤال. اوكي طيب حاول تركز بالجواب. انا كمان بدي اياك تكون اب، يعني ما فيني يكون داون اليوم مثلا. بس والله رح تقدر قلبي ان شاء الله. طيب السؤال اللي بعده، طلب ينام عند اصحابه ولاول مره، كيف غيث بيتصرف؟ ما بخليه ينام عند اصحابه.
ماشي. ما بخليه ينام عند اصحابه، بفضل انه ما ينام، لان يمكن اذا ضلوا لحالهم الاولاد، اذا ضلوا لحالهم الاولاد اوكي ممكن يعملوا اشياء مش حلوه او يحضروا اشياء مش منيحه اوكي، وما بيصير هذا الشيء يصير انه عند الاهالي الثاني انه هيك يعني، فهمت؟ فانا ما بفضل فكره انه الولد ينام برا البيت، يقعد يخلص ويجي ينام ببيته. ليش؟ عنده تخته، عنده هيك التصاق. بدي اسال سؤال محدد. نحن ما حددنا عمر، شو العمر؟ هاي لقطه السناب. العمر خلينا نحط عمر ونحكي فيه. انت عم تحكي هون تقريبا عن اي عمر؟ مراهقه. بالمراهقه ما بتخليه ينام، اوكي. وانت بدك تحكي عن مراهقه يعني اي عمر؟ بس عشان افهم. مراهقه فوق Teenager. ايه تينيجر. وانت حتحكي عن نفس العمر؟ يعني هو اكيد ما رح يجي يطلب ينام برا البيت بعد قبل 12، صح ولا لا؟ ما بعرف انت شو رايك. لا انا بحس السليب اوفرز بتبلش جريد 5. جريد 5 بيكون عمرنا بين 10 and 12، سو يعني صح. تينيجر. ايه يعني قبل شوي. جاوبي. اوكي اولا لا منعا باتا. حاليا انا اجريسيف بدي انفض بحالي. اولا لا انا عندي النوم برا البيت غلط، مو صح هذا الشيء، وما تربيت انا على هذا الشيء، صح ولا لا؟ صح. ما كنت نام برا البيت. انا طول حياتي برا البيت. بس انت سافرتي وانت كتير صغيره. مختلف. انا سافرت مع المدرسه وقعدت مع انسه بالغرفه، لانه هيك انتم اخترتوا، صح ولا لا؟ اوكي. اولا قد ما كان ممكن حتى لو انا بعرف مين الاب مين الام، ما بيهم هذا الموضوع، مثل ما حكى غيث، لانه هذا الشيء انا حكيته، انه الاطفال بين بعض ممكن they're curious، فضوليين، ممكن يعملوا يشوفوا اشياء مو تمام. نفس اللي حكيته يعني غيري. رح ابكي انا، رح غيري ما عم نفوت. صح. انا هذا الشيء جديد علي على فكره. بعرف. ايه حبيبي إيه انت والله انت فنان، فانت حتكون اب كملي بس اختصر بدنا مثالي. نشوف انه ايه الولد ما لازم ينترك بدون اهله، لانه ما بدي ياخذ عادات ومفاهيم واشياء. طيب شو بتعملي اذا قال لك اصحابي كلهم مجتمعين ونحن حاجزين غرفه؟ صار سؤال ثاني. انا امتنع عن الجواب. هذا سؤال ثاني. انا امتنع. يا غيث خليني نفس انا امتنع لو سمحتي. انا لا اتدخل في الجواب اذا بدها صارت تجاوب هي حره. انا بصراحه لا اوت، لازم انا جاوبت وجوابنا صح نحن الاثنين، فهلا نحن بنعتذر يا ماما. رح نختار لك اكله. وانا عم فكر بالبيض. لا. انا قلت ساره شو رايك بالبيض؟ راس البط. امي انت مستحيل. انت كنت عم تقنعيني قبل شوي براس البط. حبيبي انا شو دخلني؟ انا هون جاي اختبركم. شو صح لحاله عم يجي لعندك. جربت بالعقاب. الف صحه وهنا. وهي شو كتير يلا شو بدك كمان معلقه؟ هاي خذي. تفضل. لا شو هاد؟ لحمه. لا لحمه. مستحيل. خد الخروف. ما في خد الخروف عادي. لحمه. لا انا بدي ليمون. الخروف. لا شو بدي نص ليمونه. وينهم؟ مستحيل. شو نحن اكلناهم شو انتوا كليه قبل ما تبرد. ماما انتم متعودين تاكلوا اكلات غريبه ارميها. يا عيني والله لك ثانك يو لك. يلا. ليمون لذيذ جدا. تاكلي لقمه ثانيه معناتها. ابدا يا جماعه وهذا كان الفيديو لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. ما اعتقد نعيد هيك فقره يعني، بس انتم خبروني بالكومنتات اذا عجبتكم نعملها مع اصحابنا ونعمل تحديات حلوه. المهم اذا ما انكم مشتركين بالقناه ما تنسوا تشتركوا. وي لاف يو كثير. وخبرونا مين الاب ومين الام. انا الاب وهي الام، بس خبرونا مين احسن. قصدي مين احسن. اطلعوا شو مين الاب ومين الام.